الكل والجميع. الجو تبارك الرحمن عجبه، الله لا يغير علينا إلا للأحسن يا رب. واليوم طبختنا رزة برزة. رزة برزة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشنا رزة برزة. شلون؟ أنا أقول لكم، العيش تغسلونه نظيف تقريبا نص شيلة، وتنشفونها وتخلونها. وتالي هني عندنا الزيت، تبتدون تقلبون بالعيش لين يتغير لونه. وعندي هناك الصوب الثاني شيلة ونص منقعتهم، وتالي راح أوريكم شنو نسوي. هني راح أسوي الدياي، مرقة دياي بالملوخية. علق لساني. الملوخية والسبانخ، تشوفوا مع بعض مرقة طعم رهيب. شوفوا الحين بدأ يتغير لونه، يعني ما نقلبه كل شوي، نخليه كذي. شوفوا اللون راح يغمج شوي معانا بعد، نخليه. وهني الدياي نزلته. اول شي حطيت الزيت، بعدين حطيت قطع الدياي كذي. تبونها منزوعة اليلد، فيها يلدها ما يضر. اول شي نقلبهم مع الزيت، وتالي عاد ننزل البصل والثوم والمكونات اللي راح ننزلهم ان شاء الله، اللي هما السبانخ مع الملوخية. شوفوا بعد ما قلبت الدياي حمسته وخذ لون حلو من الصوبين، نزلت معاهم مكعب المرق اول ما اجي المنزلي، وعقب نزلت البصل ومعجون الطماط، ونحمس فيهم. وهني العيش بدأ اللون يتغير عندنا. بعد ابي شوي اغمج من كذي، تلاحظون شوي اغمج بعد. شوف بعد ما حطيت الثوم وحمستهم مع اللوم الصحاري اللي شفتوا، حطيت طماطة رندة ضربتها ونزلتها عليهم. طبعا المعجون ما نحط وايد، نص العلبة، والطماطة تكون طماطة حبة عودة كذي مقطعة صغار صغار. البهارات اللي نزلتها اللي هي قفشة كركم، قفشة فلفل أسود، كمون، بهارات مشكلة مخلوطة يعني، وكزبرة ناشفة. والحين عاد نبتدي نقلب فيهم ونخليهم على راحتهم يتعرقون. هذه المرحلة ضرورية لكل أنواع المروقات. بغيتي تسوين مرقة، طبعا هذا الكلام حق المبتدئين بالطبخ، المرقة لا تصير هبك لبك، لازم تعرق وتاخذ حاصلها من الحماس عشان تعطينا مرقة لذيذة نافعة. خلصنا. عاشوا متابعيني، عاشوا. الحين راح نقصر على التولة حيل ونغطي عليها، تاخذ راحتها. عاد شوي نعطيها كذي ب 5 دقايق 6 دقايق 7 دقايق. وتالي راح انزل الخضرة عليهم. بعد ما خليتها تعرق زين، عندي السبانخ اللي مقطعتها، وعندي الملوخية هذه هي. نبتدي نخلط فيهم، نشيل ونشدخ. طبعا الشغل على نار هادية. تقولون شو اخبار العيش؟ هذا هو. انا التولة هذه شوفوا هذا للحين بعد ابي شوي يغمج لونه. بعد الحين نخلي الدياي يتعرق على راحته بعد على نار هادية، وتالي نصب الماء.
يعني وعلى ما يتعرق لا ياخذ له منك مع الطماط اللي حطيناه ربع ساعة مع هذا اللي استوت الدياية. نخففها بالماي، تقدرون من هاللحظة هذه أو عقب، بس أنا أحب أخليها شوي كذي تاخذ راحتها أول شيء مع الخلطة. المرقة لذيذة لذيذة لذيذة. شوفوا بالبداية قلت لكم تتعرق تقريبا 5 دقائق مع الطماط ومعجون الطماط شوي زين على نار هادية. عقب يوم نزلت الخضرة اللي هي السبانخ والملوخية قلت لكم هم تاخذ لها هم تقريبا 5 دقائق على نار هادية كذي تعرفون على بعض. شو إن شاء الله العلاقة تتكلل بالزواج. أنا صبيت ماي بس بعد عشان هم ديايتنا تصير فلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الكيتلي ونصب ماي الحار، ما نخلي المرقة خفيفة، نخليها شوي داقة، يعني داقة الثقل، هو حالاتها شوي. ها فشوفوا الحين خلونها على راحتها تطبخ سريعا من جوانب وني عشان لا يتقطع عندنا الدياي. نتأكد من الملح وخلاص، بس على نار هادية لين الدياي أبد. وهذه حبات العيش، هذه الرزة، هذا ننزل عليهم. إن حبيتوا حبة ماجي تقطونها قطوها معاهم، إن ما حبيتوا ما لازم، ويتسكر نفس العيش العادي. مرقتنا على نار هادية، وهذا العيش نجيب عيشنا المغسول الناقع عدل وننزله على البرزة. هذا العيش المرتز، شوفوه هذا هو. قاعد ألحن العيش شوي، نحط مكعب المرق بالماء حده فوق العيش بشوي، هي بالميزان الماء، بس بما انه هو عيش التموين يحب الماء راح ازيد عليه شوية ماء بعد. خلاص بالبداية على نار عالية، عقب نقصر عليه. طبعا الغداء جهز، وهذه مرقتنا اللي هي مرقة الملوخية والسبانخ مع الدياي. طبخة لذيذة وتهبل، وعلينا وعليكم بالعافية، وسلامكم العافية يا جماعة.